واش بديتي كتشوف رموز كيتعاودوا بزاف، نفس الارقام، نفس الاسم، نفس المكان، ولا شي كلمه سمعتيها وبقات كدور لك في راسك؟ راه دخلتي مرحله سميتها مرحله ظهور الرسائل، وهي من اقوى المؤشرات بانك ما بقيتيش بوحدك في المسار. وهذه الحلقه السادسه من سلسله الصحوه المجانيه، واللي غادي نهضر فيها على ظاهره الرموز اللي كتبدا تبان في لحظات اللي كتكون غارق في الشك لا يقين. شنو كتعني الرموز وعلاش كتجي فجاه؟ كيفاش تتعامل معها؟ الرموز كتعني هنا واحد اللغه غير مباشره، هنا الكون كيبغي يهضر معاك بطبيعه الحال عن طريق رموز ورسائل. هاد الرسائل كتكون مشفره، على سبيل المثال الارقام المتكرره. هنا فاش تشوف ارقام متكرره على سبيل المثال 1111 او 963، هنا مباشره غتشد هذا الرقم هذا غادي تقلب عليه، ان فوا تقلب عليه غيطلع لك التردد ديالو. اسمع ليه، على سبيل المثال واحد النهار بان لي واحد الرقم ديال 1111، هذا الرقم هذا مباشره من بعد المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه قلت من هذا الرقم كيطلع لي فوجي مباشره. جديت الرقم درتو في اليوتيوب، طلعت لي واحد الموسيقى فيها واحد التردد، صنت ليه داك النهار داز فيه واحد التجلي، واحد الظهور ديال الرموز بشكل مكثف. يعني كان المفتاح ديالي هو انني نتصنت داك بطبيعه الحال ما خصكش تصنت لشي تردد بزاف، يعني مره صافي كتفعل ديك الدفعه الاولى. اما كما كنوصي ديما الركيزه الاولى ديما الصلاه ديالك والاذكار ديالك. الصلاه والاذكار ديما كيرفعوا لك التردد وكيخليوك امن في وسط الرحله ديال الشك. اما لما كتصليش وما كتقراش الاذكار ديالك كطيح في واحد الدوامه ديال الشك وكتبقى تعرف. من ضمن الرموز اللي كيبين لك الكون انه كيتعاود كيتكرر لك واحد الاسم كتكرر اكثر من مره، اكثر من جوج، اكثر من ثلاثه، او لا كيظهر لك مثلا شي حيوان. هذا الحيوان على سبيل المثال كيظهر لك باللون الابيض. على سبيل المثال الناس اللي دازوا من الصحوه الروحيه المرحله الخامسه كرر لهم هذا الرمز هذا ديال اللون الابيض. شاف المشه الاولى اللون ديال الابيض تقربات منه، شاف الرمز الثاني باللون الابيض في مشه اخرى، اللون الابيض عاوتاني شافوا في واحد الطوموبيل. يعني واحد النهار داز له كامل ابيض، نهار كامل داز بيض، يشوف بيض هنا في حيوان هنا في منزل هنا. هذاك الرمز ديال البيض اللي كان كيشوفو كان كيتكرر ليه في ذاك النهار اشنو كيعني هنا كيعني بانه داز من واحد المرحله ديال النقاء طبيعه الحال ما وصلش ليها حتى دار واحد التطهير داخلي. هنا داز من واحد البوابه ديال العبور، بوابات العبور النقيه. واخا هذه المرحله امتى كتجي؟ هذه المرحله كتجي بين البحث والاتصال، بمعنى كتكون ضايع والطريق ديالك مازال ما وضحش. هنا الكون كيتدخل بلطف، ماشي باش يعطيك الطريق ولكن باش يقول لك راك ماشي بوحدك. وما تنساش بلي الكون عنده اله اللي هو الله، يعني رجع الله باش يسخر لك الاسباب. ما تنساش بلي الروح كتستعمل معك واحد الحوار داخلي عن طريق الرموز باش تتواصل معك. ودابا ملي عرفنا الرموز وكيفاش كتجي اجي نشوفوا دابا كيفاش نتعاملوا معها. هنا بغيت تفتح دفتر الملاحظات في الهاتف ديالك اولا شي دفتر، المهم على سبيل المثال تحلو في التليفون واحد النوت، يعني يكون مسجل في جوجل درايف باش ديما تبقى ترجع ليه. وقت ما لاحظتي شي رمز على سبيل المثال قطط باللون الابيض او لا شي رقم، يعني الرمز فاش كيجي راه كيبقى لك في الدماغ ديالك. راه كاين اللي كيدوز ليه النهار ديالو كامل ابيض ولا كحل ولكن ما شاف والو، وكاين اللي كيكون في واحد الحاله ديال الوعي وواحد الحاله ديال التجلي الداخلي كيولي كيبان ليه كلشي رمز. الوغ هنا كيبدا يقيد، يعني انت كتبدا تقيد شنو طرا لك اليوم، شنو شفتي اليوم، او ميم طو كتخرج المشاعر ديالك اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. جرب دون واحد 7 ايام ديك لا نوت ديالك، من بعدا دير واحد البحث، يعني دير واحد الاستشاره. المهم الخلاصه انه كتدون الرحله ديالك، وبغيتك عاوتاني ما تعلقش حياتك على رمز واحد. ما تنساش بلي الرموز راه غير الغاز باش يبينوا لك الطريق، يعني ماشي الطريق نفسه. وفاش تستقبل الاشارات تستقبلهم ولكن بلا هوس، يعني ما تفرجش بزاف. وعندك تحول الرموز لذهن، يمكن لك تتبع التكرار ولكن ما تشددش فيه. والرمز اللي كيرجع كيتعاود راه فيه رساله، هذا بغيتك توقف وتفكر فيه مزيان. ودابا اجي نعطيكم واحد الكادو صغير لحقاش وصلت حتى لهنايا. وقف الفيديو سير جيب واحد الورقه وستيلو باش تدون هادشي اللي غادي نعطيك، حيت مهم بزاف. من بعد ما جبتي ستيلو والدفتر ديالك نعطيك ورد ديال فتح البصيره واستقبال الرموز النورانيه. قبل ما تقرا هذا الورد تاكد انك كتصلي وتقرا الاذكار ديالك وعلى طهاره، لانه هذا ورد غير مكمل ماشي البديل ديال الصلاه. دابا قيد معاه، غادي تقرا الفاتحه واحد المره، ثم غادي تقرا ربي اشرح لي صدري 3 ديال المرات، ثم سبحان الله الحمد لله الله اكبر، كل وحده 33 مره. وهذا واحد الدعاء ختامي تقدر تقوله من بعد ما تسالي. يا رب ان كان في هذه الرموز رساله فسهل فهمها، وان كانت وهما فاصرفها بلطفك. يمكن لك تقرا هذا الورد هذا على صفاء ذهني قبل صلاه الفجر او لا بعد صلاه الفجر او لا قبل صلاه العشاء او لا بعد صلاه العشاء، ومتاكد انك تكون على طهاره، مصلي الصلاه ديالك في الوقت ديالها، قاري الاذكار ديالك. في الاخير الرموز ماشي خارطه بل هي اشارات كتقول لك كمل راك الطريق الصحيح. ماشي كل رمز فيه جواب ولكن كل رمز فيه دعوه للحضور. ودابا ردد معاه انا حاضر كنسمعك وكنشوف وما بقيتش محتاج رموز كثيره، الرسائل الدقيقه كتكفيني. شارك الفيديو مع شي شخص كيشوف الرموز ولكن ما فاهم منها والو، اكتب لي في التعليقات شنو الرمز اللي كيلاحقك هاد الايه وباش يخليه شي كلمه شي رقم شي اسم شي كلمه سمعتيها. وانا معاك وما غاديش تخليك بغيتك، وكنرحب اي حوار واعي. خلي لايك سبسكرايب. كان معكم ايمن، قوه الحضور والوعي.